عسلامتكم الناس الكل ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي بعد مدة طويلة رجعت لكم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير عصيدة العادة والعواد اللي هي عصيدة الزقوق. يلا ما نطولش عليكم ونخليكم مع طريقة التحضير. ونبداو على بركة الله هوني في تحضير العصيدة متاعنا. دونك هوني كيما قاعدين تلاحظوا كيما قاعدين تراو أنا باش نستعمل العصيدة متاع الحكة. العصيدة متاع الحكة هذه مكتوب عليها اللي هي ديجا مصفية، لكن بيان سور باش نعاود نصفيها معاكم خاطر اون سي جامي باز باش نلقاو فيها القشور. دونك باش نعاود نصفيها معاكم وباش ناخذها الحكة الكل. الحكة هذه فيها 500 جرام وعليها باش نستعمل 300 جرام من الفارينة، 250 جرام من السكر، وترتين ماء. وبيان سور حاجة هامة على الآخر إنكم يكون عندكم الغربال هذا اللي هو يسميوه غربال الشعر. وهذيا هي العصيدة اللي باش نستعملها، باش نستعملها الكل. دونك هوني شنو عملت أنا أول حاجة باش نحل السطل متاعي وباش نحطو الكل بزيت وبكل شيء بسباتول باش نعاون بها روحي بيان سور، وباش نهبطها في البول هذايا. هاكم توسعوا بالكم إذا كانكم كيما في الحالة متاعي أنا صعبت عليا شوية وهبطت لي لكموتة واحدة بحكم إني خليتها مخبية عندي برشا، لكن هذا ما يمنعش إنه كمان تجيكم إن شاء الله عصيدة بنينة تعمل الكيف. دونك هوني كيما قاعدين تشوفوا قعد لي شوية في آخر السطل، يعني من الآخر بالكل من اللوطة. حطيت عليها شوية من الماء اللي باش نستعمله حتى لين فرغته كومبليتمون. ومن بعد شنو نعملو؟ نجيب إيترا من الليترتين اللي قلت لكم عليهم من الأول، نجيب إيترا واحدة ونصبها الكل على العصيدة متاعي، نحلها بالكدا بيدي هكاكا باش هاكم كان فما دي ديشي، كان فما حاجة ساعة تتحل بلوتو البات هذيك الكل ليكا. ومن بعد تاخذوا ميكسور كسوا ميكسور بلونجون والا أي نوع من الميكسور عندكم، ترحيوها مليح مليح مليح، وبعد ما ترحيوها تغطيوها وتخلّيوها ترتاح في الفريجيدير قدر المستطاع. إيش معناتها؟ معناتها minimum تخلّيوها 3 سوايع في الفريجيدير. أنا في متاعي أنا مثلًا خلّيتها ليلة كاملة ومن غدوتها عاودت جبدتها، وكيما قاعدين تشوفوا لهنا أنا صفيتها 3 مرات. المرة الأولى تصفيوها هاكم مثلًا تخرجوها directement من البول تحطوها في بول واحد آخر، وشوفوا قداش تبارك الله اللي قعد هذاك الكل وما يتلوحش من الأول. علاش؟ خاطر باش نعاودوا نصفيوها مرتين أخرين. هذيا المرة الثانية الكداشيه هذاك اللي يقعد كيما قلت لكم ما تلوحوهش، تعاودوا تحطوه كيما هو، تزيدوا عليه طرف ماء شوية بالكل، وتعاودوا تحلوه pour la deuxième fois للمرة الثانية في الصفية هذيا في الغربال الشعر هذايا. صفيوه بالكدا بالكدا توسعوا بالكم معاه مليح مليح مليح. وكيف كيف الكداشيه اللي يقعد من بعد تخليوه دو كوتي تزيدوه نكيتا ماء وتعاودوا تصفيوه pour la troisième fois. هاكم تشوفوا هذيا المرة الثانية التصفية الثانية، وأشك فوا باش تلاحظوا اللي كداشاه هذاك يمشي وينقص يمشي وينقص حتى لين يتنحى توتالمون. بس باش تلقاو فيه هكا القشور كما قلت لكم قبيليك وكل شيء، لكن فرق كبير ما بين أول تصفية وآخر تصفية. هاكم باش تشوفوا من بعديك في آخر تصفية باش نعملوها ما عاد باش يبقى في الغربال بريسك حتى شيء. وهذه التصفية الثالثة، التصفية الثالثة نعملوها ديريكتومون على الطنجرة متاعنا اللي باش نحطوها من بعديك فوق النار تطيب وباش نعملوا بها العصيدة. كان لي ديشي اللي يقعدوا لكم في آخر تصفية أكثر من لي ديشي اللي يقعدوا لي ليا أنا، من غير ما تقعدوا تعملوا تصفية رابعة وخامسة خاطر هذوكم هما القشور اللي من بعديك باش نطيشوهم خاطر سيء معناتها حتى إذا كان باش تقعدوا تصفيوهم اشاك فوا ما عادش باش تصفى يعني أكثر من هكاكا. دونك في آخر تصفية اللي هي التصفية الثالثة كان قعدوا لكم القشور طيشوهم ديريكتومون. دونك هاذيك شنيا عملنا نحنا، بعد ما صفيناها 3 مرات خذينا الطنجرة متاعها وحطيناها دو كوتي. جبت لهنا بول واحد آخر حطيت عليه كالفرينة اللي وريتها لكم من أول الفيديو اللي هي 300 جرام، وبقية الماء هذيك الإترة الثانية حليتها الكلها على الفرينة. خلطت مليح 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 بالفواه، وهاكا الخليط هذاك عاودت صفيته وزدته على زقوقو متاعي، معناتها على كزقوقو اللي صفيناها 3 مرات. نحطوه من الأول على نار متوسطة مش قوية برشا ومش واطية برشا، نار متوسطة، ونقعدوا نوسعوا بالنا ونعصدوا ونحركوا ونعصدوا ونحركوا حتى لين أكل الخليط متاعنا يولي لنا شدد روحه وكما قاعدين تشوفوا لهنا ويبدأ يبقبق. وقت اللي يبدأ يبقبق انتوما تزيدوا عليه أكل السكر متاعكم. كما قلت لكم من أول فيديو حطيت أنا 250 جرام من السكر، علاش؟ خاطر مش باش نستعمل النسلي.
ديجا كي تبداو نتوما تزيدوا في السكر باش تشوفوا اوتوماتيكمون انه لون العصيده تمشي وتغمق. هذاك هو حاجه نورمال برشا خاطر السكر هو اللي يخلي العصيده تاخذ ذاك اللون هذاك الغامق، وهذاك هو لون العصيده تو سامبلومون. دونك من بعد شنو باش نعملوا؟ كي تحضروا تعقاد يعني الكونسيستانس الباهيه اللي تحبوها عليها نتوما، تاخذوها كيف ما هي مازالت سخونة وتبداو تصبوها على الكيسين ولا لي بول ولا اللي عندكم حاسيلو، وكيما قاعدين تشوفوا لهنا أنا ذاك اش عملت وهي مازالت سخونة، تخليوها تبرد في عقل عقلها ونتعداو نحضروا الكريمة البيضة متاعنا. وبالنسبة للكريمة البيضة لهنا خذيت إترا حليب، عليهم 100 جرام سكر، خذيت عليهم زادة 100 جرام نشا، وهذيك دبوزة صغيرة هي روح الفاني باش نستعمل منها شوية تو سامبلومون خاطر ما عنديش سكر فاني. كان نتوما عندكم سكر فاني ننصحكم تستعملوه، هو يجيكم تجيكم الكريمة البيضاء أبن برشا 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 بارابور إذا كنتم باش تستعملوا هذه روح الفاني. وخذيت كيف كيف مغرفة كبيرة من العطر الشي اللي تجموا تعوضوها بالما زهر والا بالما ورد. نجيو توا لتحضير الكريمة البيضاء متاعنا اللي هي سهلة مهلة ما فيها حتى شي، على خاطر باش نحطوا لي زانغريديون اللي وريتهم لكم بكري الكل مع بعضهم، الحليب والسكر والنشا والمغرفة عطر الشيا. نخلطوهم لي زانغريديون هذوما الكل بالفواه ونبداو نحركوا بشويه بشويه كيف كيف نوسعوا بالنا، ونحطوا كل شيء على نار هاديه على الاخر. كي تبدا الكريمة متاعنا تبدا تعقد وتبدا تبقبق، بيان سور نطفيو عليها وهي مازالت سخونة نبداو نصبوها فوق عصيدة الزقوق متاعنا اللي يكون بيان سور ديجا بردت. هوني الكيسان متاعي وصحافي الكل حضروا، جبت العصيدة متاعي وهي سخونة كما قلت لكم بكري، وبديت نصب فيها على عصيدة الزقوقو وهي بردت سايي ومورها واضحة. هاهما إصحافي متاعي والكيسان حسيت كل واحد من بعديكا يزين باللي عنده كل قدير وقدره كيما نقولوا، وتوسعوا بالكم حسيتوا تبداو تعملوا عليها جو وتاكلوا صحة وبالشفاء. اي فوالا العصيدة متاعي حضرت، صحافي هاني زينتم الكل، حسيت باش نقول لكم على البنة والله نودكم وما نشهيكم. ان شاء الله وصفة اليوم عجبتكم، نقول لكم انا ان شاء الله مولكم مبروك مرة اخرى ولو انه بالروتار. ننصحكم تجربوا الوصفة هذية وتقولوا لي رأيكم فيها، ونحن إن شاء الله نتقابلوا في وصفة قادمة إن شاء الله. باي باي.